السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في سلسلة منيو الأسبوع المتنوع. أول يوم معايا كان طاجن البطاطس بالصدوق، عملناه مع بعض في القناة. هتلاقوا أي طريقة لأي حاجة في المنيو ده إن شاء الله في صندوق الوصف اللي هو السهم الصغير تحت الفيديو. طاجن بطاطس بالصدوق وكمان رز بالشعرية. تاني وجبة معايا سلطة الرنجة. بجيب الرنجة وبقطعها يعني قطع صغيرة، وبقطع عليها طماطم وبصل وفلفل، وبحط عليها رشة من الزيت كده بسيطة وبقلبها تدي كمية، وفي نفس الوقت بتبقى سهلة قوي في الأكل. وكمان معايا فول بطماطم، بطاطس بالدقة، وكمان بطاطس محمرة، وكمان البطارخ بتاعة الرنجة. لو عملتي الرنجة بالطريقة دي هترمي معاكي كمية وهتديكي طعم حلو قوي. تالت وجبة معايا المكرونة بالصلصة، وكمان عملت معاها صينية بطاطس بفتيك بالبطاطس يعني. بقطع اللحمة قطع صغيرة وبقطعها مع البطاطس كده، وانا اعملها بطريقة سهلة جدا. هتلاقوا برضو طريقتها في صندوق الوصف. رابع وجبة معايا الكشري الاسكندراني طبعا، وكمان عملت معاه طماطم بالدقة وبطاطس محمرة وطبق كده خيار مخلل. زي ما قلنا قبل كده ممكن تعملي معاها بيض مسلوق او مدحرج او سمك مشوي، او يعني تستكفي بيها زي ما انا بستكفي بيها كده. خامس وجبة معانا طبق العدس طبعا، والبطاطس التومية زي ما انتم متعودين معايا في اي منيو اسبوع طبعا ما بتخلاش منها. وكمان حمرت فلفل وحطيت عليه رشة ملح كده او رشة كزبرة. البطاطس التومية دي زي ما قلت لكم بمعلقة زيت واحدة، ومش بتاخد وقت خالص في الفرن. سادس وجبة معايا صينية السردين كده بالطماطم وبالفلفل. بصوا طريقة سهلة جدا وما بتاخدش زيوت كتير. وطبق بتنجان كده بالدقة، بابا غنوج مشوي، وكمان طبق سلطة كده سريع. جربوا طريقة السردين دي يا بنات هتعجبكم قوي. اخر يوم معايا كان طبق بامية، وكمان اللي عليها ده يا بنات توم، وكمان البطاطس التومية طبعا زي ما انتم متعودين، والفلفل المقلي، وكمان طلعت شوية مخلل جزر. اتمنى مني النهارده يكون عجبك، ومتنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.